السلام عليكم. كثرت بالفترة الأخيرة أقوال مزعجة: شعب لا يحكم إلا بالحذاء، وشعب لا يحكم إلا بالحديد والنار. الله سبحانه وتعالى يقول: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سمة الرحمة سمة أساسية بين المسلم والمسلم. يعني الشعب السوري اللي ذاق كل أنواع الويلات من حروب وتهجير ونزوح ونزاعات وقصف وزلازل، والله لا يستحق أن يعامل بهذه الطريقة. الشعب لا يحكم إلا بالعدل والعطف والإحسان. يعني من أين جاءوا بمبدأ الحذاء؟ والله ما بعرف. والله لا يحكم بالحذاء إلا أصحاب هذا الرأي فقط. الشيء الثاني، ناس عم تظاهر، عم تطالب بحقوق من حقها. هذا الحق مكفول بكل شرائع الكون، انه هي تتظاهر تعبر عن رايها، مثل ما انت حقك تنافق وتطبل وتنافق لاي شخص بدك، انا حقي كمان اطلع ابدي رايي بدون تخريب. هي البلد بلدي وبلدك، ما بلدك لحال. يعني مبدا انه اللي ما عجبه يقتبل، هذا مبدا خاطئ. هي البلد بلدي وبلدك، رويت فيها وعشت فيها، ما عاد تتفضل علي وبتخليني اعيش في بلد ما لي. انا مالي مزرعتك. هي البلد ما مزرعه لحد، هي البلد لكل السوريين. الشيء الثالث اللي بدي اقوله: لا يمكن اتهام هؤلاء. يعني انا اليوم اذا شعب طلع بده يتظاهر، ليش اتهمه بالفساد وتخريب المؤسسات والفوضى؟ طيب اذا هو ما خرب من بدايه رمضان، الناس عم تتظاهر، لا خربت ولا قربت على مؤسسات. بعدين هي مؤسسات مشتركه، يعني نحن جزء منها. هي المؤسسات، المتظاهرين كمان ساهموا في بنائها. يعني هن ما عم بيخربوا. يعني انت عم تتهموا في التخريب، ليش؟ يعني نرجع لمبدا انه والله جماعه بندر. هذا الحكي لا يمكن ان يقال بحق شعب سائر من 13 سنه. هذا الشعب اللي قام على بشار الاسد من 13 سنه لا يمكن اتهامه اليوم بانه بده فساد وبده فوضى. الشغله الثالثه اللي بدي اقولها واقولها كناصح: والله النبي صلى الله عليه وسلم قال، او بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يلقى الله بدم حرام. فالله الله في دماء المسلمين، الله الله بدماء المسلمين. أتمنى أن تنتهي كل الأمور إلى الخير الذي نحن بحاجته حقيقة، ولأنه نحن نستحق، والشعب السوري يستحق الخير على الأقل حتى ننتصر على بشار الأسد ونخرج المعتقلين والمعتقلات من سجونه. بعدين لا يمكن اختصار الثورة في إدلب. يعني الثورة في إدلب لا يمكن اختصارها. أنت ثورة قمت لتحرر سوريا. أنا بدي أرجع على حلب، وابن اللاذقية بدي أرجع على بلده، وابن دمشق، وابن حمص. فاختصار الثورة في إدلب وقوفها أنه نحن وقفنا وانتهينا، هذا الشيء خاطئ. ليش انت مصر انه انت وصلت؟ والله بدنا ننهي التطور، او مقولات انه بده يقضوا على التطور اللي وصلنا. وين وصلنا للتطور اذا نحن الى الان محاصرين موقع جغرافيه لا تتعدى على 15% من مساحه سوريا، بلدنا الاصلي. هذا الشيء من المعيب انه يتكلم بحق شعب سوري بعد 13 سنه. لا نريد تخريب ولا نريد فوضى، واللي بده يريد تخريب ويريد فوضى موجود بكل زمان وكل مكان، ما بس على وقت المظاهرات. السيء سيء موجود والجيد موجود، والتعامل معه يجب أن يكون حسب كل شخص وشخصه. يعني يوم العرض على الله سبحانه وتعالى والله لن نعرض إلا فرادى. يعني يوم العرض على الله سبحانه وتعالى ما في جماعات وكتائب وفصائل وتنسيقيات، سنعرض فردا فردا وسنحاسب فردا فردا. الله الله في دماء المسلمين، الله الله في الكلام الذي أريد به فتنة. والله لا أتكلم إلا ناصح، وهذا رأي شخصي لا أمليه على أحد. وعلى فكرة لا يغريني مدح ولا يهمني نقد، هذا رأي شخصي أحب أعبر فيه عن نفسي فقط.